توقعش فرق كان بيحصل ده زمان يا كابتن رضا. ايوه الاسبوع لا، ولما كمان كان بيجي يتاجل لك ماتش يا اسلام، اما تيجي تلعبه بعد الرجوع من التاجيل بتيجي تلعب الماتش هو مصري بقى، اسماعيلي، زمالك. انما دلوقتي بيرجعك على ماتشات. يعني انت مثلا الماتش الاخير ده اخر ماتش كان للنادي الاهلي في الجدول طبيعي كانت داخليه، قام جاي ملاعب الداخليه في الدور الاولاني وبعدها باسبوع لعب الداخليه في الدور الثاني. ايه ده يابا؟ ده دوري من الخلول ده الدوري ده يعني مع تحفظي على كلمه دوره صيفيه. ماشي، يعني هو يعني انت مش مقتنع بالنظام ده طبعا ما ينفعش. تمام، ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها ام الخلول. لا يعني ماشي. انت مثلا قدر الداخليه هي هتلاعب النادي الاهلي، ما معروف ان هي تخسر ال3 بونت صح؟ ما جيش وهي بتنافس على الهبوط وهي لسه عندها امل، اجي تاني اقوم جاي ملاعبها ماتش تاني 6 بونت، يبقى انا وقعتها. لا هو قبل يا كابتن رضا ما تطبق اي نظام هات كل الانديه واقعد معاها. ما بيجيبش الانديه، لان ما هي دي المشكله. ما هو ده غلط. انت ما بص يا اسلام، وهات اللائحه واتكلم مع الانديه. انت في فرق بتقدم تظلمات وبتدفع فلوس، بتدفع الفلوس وياخدوا التظلم ويحطوه في الدرج، ما بيشوفوش المشكله بتاعتك. امال انتوا بتسجلوا الماتشات ليه؟ مش عشان لو في حكم اخطا او فار اخطا او مخرج اخطا يبقى من حقي ان انا يتعاد لي الماتش؟ امال بتاخدوا فلوس ليه للتظلمات دي؟ ايوه، سواء في لجنه الانضباط او التظلمات او صح ولا غلط؟ مظبوط. ومفروض بقى عشان يبقى في تكافؤ فرص محدش يغلط. ده انت عندك في سيراميكا كليوباترا السنه دي اتذبحت. ده الله يكون في عون الكابتن ايمن الرمادي. انت دلوقتي لما فرقه بتجيب جون قدام النادي الاهلي وهتبدا هتلعبك وانت تحسب عليها ضربه جزاء، ايه اللي بيحصل؟ انت بتوقع الدنيا وبتوقع الكوره. هو لازم الاهلي اللي يكسب؟ الاهلي والله العظيم من غير مساعده. بلاش والنبي لا الاهلي من غير مساعده. بلاش حجج مدربين، ما انت عندك 90 دقيقه ما تكسب. طب ما انا جبت جون لا وهكسب. ثواني بس، هي دي ضربه جزاء؟ ثواني ماشي، ما تقوليش ما تعمليش برضه زي المره اللي فاتت. لا يا كابتن رضا مش ضربه جزاء، مش عندك 90 دقيقه. ايوه طب ما انت ما اديتنيش نفس، نفس. ما توريني نفسك حبيبي، ما انت ما اديتنيش نفس. لا ما تورينا، بلاش والنبي حاجه المدربين والمسؤولين اللي كل شويه اصل الحكم اصل ضربه الجزاء، ما الحكم وارد يخطئ. لا مش كل ماتش يابا، مش كل ماتش يابا، مش كل ماتش. اشمعنى بيخطئ بس في ماتشات معينه؟ بلاش والنبي حاجه المدربين. لا مش حجج. لا والله ما حجج. طب انا عايز اقول لك على حاجه، والله ما حجج. بعد كده المسؤولين في نادي سيراميكا بما فيهم ايمن الرمادي قال لك اصل ما شفتش ضربه الجزاء. لا هي مش ضربه جزاء. انا ما كنتش بقول للفرقه بتاعتي تنسحب. تصريحاته يا حبيبي. اسمعني ازاي بقى الراجل اللي بيتكلم؟ هو الضغط عليه عشان الراجل اصلا رئيس النادي. لا انا بس رئيس النادي اصلا. والنبي اهدى، واخد بالك؟ فانت اسمعني بس، والنبي اهدى. انت عايز عدل يا ابني في الكوره ولا عايزها تمشي كده؟ خلاص يبقى الدوري السنه ما هو العدل بس مش عايز حجج. لا مش حجج. طبق العداله وما تديليش شماعات. طب استنى، ما تقعدش كل شويه اصل الحكم يا باشا، ما انت عندك 90 دقيقه ما تكسب. طب ما انت اصلا ما توريني نفسك. طب استنى، هو انت مش ثواني بس، هو انت مش بتاخد فلوس اخر الشهر؟ يابا اسمعني، انت مش مدرب بتاخد فلوس اخر الشهر؟ مش انت ليميت كده؟ انت مش لعيب. ثواني والنبي اهدى بس. لا اسمعني. انت مش لعيب بتقبض من نادي اخر الشهر؟ بتخاف من الاهلي ليه والزمالك ليه ما بتكسبهمش ليه؟ طب ما بيراميدز كان هيكسب وضربه جزاء لعيبه المقاولين ما كسبت الزمالك وبسهوله يا جدع. والزمالك ده كان مركز شباب. لا اسمع بس، اهدى بس. لا معلش لا معلش اسمع، ما ينفعش. بس اقول لك على حاجه، مش كل ماتش هنطلع ونقوم قايلين اصل ضرب ماشي، مش مختلف معاك. لا اختلف ماشي، اختلف. استنى بس هو الاهلي الجزاء قدامنا. اسمع، بس خلاص الاهلي اتعادل في ماتش بيراميدز. ماليش علاقه كرة استنى تتصل على ايه؟ هو انت هتقول لي ماليش علاقه؟ كان مغلوب 2-1 ماشي، واخد بالك؟ ضربة الجزاء هي اللي رجعته، اللي هي ما فيهاش حاجه، اللي هي فاول على حسين الشحات وياخد. لا مش اهدى، مش اهدى. انا بتكلم لا مش حجج والله. انا مش همشي ورا حجج مدربين.
لان كل مدرب انت كده بيتغلب. مش عادل يا اسلام. لا كل والمصحف مدرب معاك. يا كابتن انت رضا خايف من عندك ايه؟ 90 دقيقة. انت خايف من ايه؟ ما خايف تكسب. من ايه؟ ما انا اكسب، ما انا كنت كسبان، انت خليتني اتعادلت. ما تكسب. انت كحكم لا. خليتني اتعادلت. عندك 90 دقيقة يا كابتن رضا. وبعد ال 90 دقيقة طيب. وانا اصلا كسبان 2-1. بكره ماتش الاهلي والبنك الاهلي. لا قبل ماتش لا الاهلي. لا بكره ماتش الاهلي كرة حسين والبنك الشحات دي بكرة ضربة ماتش- جزاء. بكره ماتش ده كل حكام مصر قالوا لا ما عدا بك- حكم واحد بس. ماشي. ده حكمين. بكره ماتش حكمين. الاهلي والبنك الاهلي. ماله؟ هل الاهلي هيواصل انتصاراته خلاص يا عم انا قلت ولا لك. البنك الاهلي اللي هو كسب النادي الاهلي قبل كده بطارق مصطفى عنده دوافع يقدر ان هو يوقف مسيره انتصارات النادي الاهلي؟ النادي الاهلي مش هيقف خالص. ومش هيخسر. هل وسام ابو علي هو السبب الرئيسي في انتصارات الاهلي بتألقه الكبير هو ده؟ طبعا لا خلاف، هو مهاجم محترم ومجرم ومن نص فرصه بيجيب لك جول. هل هو بس افضل في عوامل- صفقه؟ في عوامل مساعده هي اللي بتخليه يتألق. ماشي. هل هو الافضل؟ طبيعي العوامل المساعده ده امر طبيعي. يعني ضربة لأي الجزاء فريق. الأخيرة دي ما- ضربة جزاء. هو ذكاء منه. هو لا فاروق مش ذكاء جعفر منه لما كان بياخد ضربات جزاء. يا عم ده دي في افريقيا. ماشي. لا وفي الدوري أفريقيا. وفي الدوري يا عم هو فاروق جعفر لما كان بياخد ضربات ما جزاء كانش فيه كان فار حد- ولا بتاع. اللي دخل ده دلوقتي فيه الفار. انا بتكلم كابتن ده الفار ماشي، قال مش له مختلف. الفار قال له مش تعالى مختلف، بس الماتش انا اللي فات بتكلم ده. في الاداء يا كابتن رضا. الاداء ايه؟ ماشي. انا بتكلم في الاداء. استنى. هل وأنت- وسام بس ولا في لاعبين تانيين وسام ليهم وحسين دور؟ الشحات وسام وحسين الشحات بس والجماهير. وعبد المنعم. لا عبد المنعم ايه؟ عبد المنعم الفتره الاخيره مش شايف. ده انت الماتش اللي فات والماتش اللي قبليه بيدي الكره للمهاجم او للراجل بتاع نص الملعب. وهاني وقفشه. قفشه لما بينزل بس الراجل ما بيصبرش عليه. انت الماتش اللي فات ورضا سليم. رضا انا قلت قبل كده ده حرام ان كان يقعد من اول ما جه كان لازم هو يلعب. كان في اصابات اتعرض ليه. في تجاهل. هو الراجل انا قلت لكم قبل كده الراجل ده ما بيحبش حد ياخد منه الشو او اللقطه. طب بيرسي تاو ما قبل ما يقعد كان مكسر بلاش. اخر ماتش اللي كسبه بتاع مودرن سبورت مش كسب ببيرسي تاو. لعب ماتشين بعديها. فين بيرسي تاو؟ هو بيرستاو مش موجود في القائمه عشان اتخانق تاني وطلعوه. لا بس الماتش اللي فات كان قاعد والماتش اللي قبليه كان قاعد. طيب كان قاعد احتياطي الماتش اللي فات وكان قاعد على الدكه والماتش اللي قبليه كان قاعد على الدكه بتاع المصري. هو ما بيلعبوش ليه؟ مش الراجل ده مكسبني وجايب جون؟ واخد ايوه بالك؟ بس هو ممكن برضو مدرب بياخد اجراء عقابي حتى لو اجراء عقابي فهو من حقه. طب انت لعبته ليه في ماتش فيوتشر ونزل كسبك؟ خلاص بقى طالما كسبني يبقى اديله بعد كده. يا عم مش هبدا بيه. ده انت خليت امام عاشور بيلعب ناحيه الليفت وما رضيتش تغيره عشان ما تنزلش بيرسي تاو. الزمالك يوم الجمعة هيقابل الجونة وده سؤال الأخير لحضرتك. هل الزمالك هيفضل يمشي على سطر ويسيب سطر مع جوميز؟ هل هيفضل في تذبذب للنتائج؟ وهل ده بسبب سياسة الدفع بالناشئين اللي هو بيعتمد عليها؟ وهو قال في المؤتمر الصحفي أنا ما يهمش، ما حدش يكلمني على النتائج، أنا الأهم عندي راحة اللاعبين. هو ما شاء الله يعني هو زي ما كان النادي الاهلي كان بيلعب في افريقيا وكاس عالم الانديه وكاس السوبر وكاس السوبر الثاني ويطلع من بطوله يخش في بطوله. ده انت هي الكونفدراليه ولا خدت دوري ولا خدت كاس. فين الارهاق؟ هو مش عارف حاجه. هو مع تحفظي ان مش عارف حاجه، الراجل محترم وراجل يا عم بيشتغل. محترم على العين. انا بكلمك ماشي، فني. انت معترض على ماشي قراراته الفنيه. اتفضل. ما ينفعش مش عارف حاجه. اتفضل. طب بريح اللعيبه ليه؟ طيب ماشي. يعني قول ناصر ماشي، ماهر أنا راجع معترض. من اصابه بقاله فتره المفروض ياخد عشان ان هو مستواه يزيد الفتره اللي جايه عشان يبدا موسم كويس صح؟ بتريحه ليه؟